بص بقى، نحل يا مشيو. حلو، بيقول لك ايه؟ شوازيس اختار طريقه الحل. مش انت اتفقت معايا اي حاجه في القواعد بتديني المفتاح. طريقه الحل، اكتب طريقه الحل. اعمل ايه طريقه الحل؟ ابص على الاسم، ابص على الفاعل، لو الفاعل مفرد مذكر يبقى اختار الاسم مذكر، لو الفاعل مفرد مؤنث يبقى اختار مين؟ الاسم مؤنث. حلو، وتبص على الفاعل اول الجمله. حلو، لو الفاعل او الاسم اللي كان اول الجمله، يعني خلينا نقول الفاعل اللي هو اول حاجه في الجمله كان مفرد مذكر يبقى تختار الاسم مذكر بس. طب لو الفاعل كان مفرد مؤنث تختار الاسم بالفرنساوي مؤنث. مثال مش فاهم. بص يا عم، بقول لك ايه؟ فريده تكون، واعطيك في الاختيارات دكتور ولا دكتوره. فريده تبقى دكتوره بس. طيب مثال تاني، علي يكون مهندس ولا مهندسه. علي يكون مهندس. طيب مثال تاني، الام تعمل او الام شغاله طبيب ولا طبيبه. طبيبه. حلو، بص بياع ولا بياعه. طيب بص، بيلوت قائد طياره ولا بيلوت التانية المؤنثه قائده الطياره. قائده طياره. اي بقى اسم، اي اسم، المهم تختار على اساس مين الفاعل. الام تبقى على طول مؤنث، الاب يبقى على طول نختار مذكر، اسم مذكر يبقى نختار هنا مذكر، الفاعل مؤنث يبقى نختار هنا مؤنث. طبعا انا ممكن اقول الكلام ده كله في 5 ثواني، بس انا بنجز معاك اكتر علشان لما تيجي تراجع بعد كده على المحاضره، لو عندنا امتحان على ربع المنهج او نص المنهج او المنهج او في كذا اختبار تحت المحاضرات، يبقى انت فاهم ومش محتاجني. تمام كده؟ عشان اديتك كل حاجه. يلا بينا. بص بقى، ما كوبين صديقتي مؤنث، اس تي تكون صديقتي تكون. حلو، اول حاجه بولونجي خباز مذكر، بولونجير خبازه مؤنث، بولونجي اخرها اس جمع مذكر، بولونجي اخرها اس جمع مؤنث. وانا قلت لك الجمع مذكر والجمع مؤنث المره اللي فاتت، جمع مذكر اخره اس، الجمع المؤنث اخره اس. حلو، يعني الجمع مذكر اخره اس، الجمع المؤنث اخره اي اس. ولسه هناخد الجمع كمان شويه، جمع الصفات والاسماء. طب انا عشان احل اعمل ايه يا مسيو؟ بص يا عم، ما كوبين صديقتي مفرد مؤنث صح، تبقى تختار مين؟ بولونجير خبازه. طيب منى منى تكون شونتور مغني، شونتوز مغنيه، من غير ما تكمل هي هتبقى مغنيه. ليه؟ لان شونتور مفرد مذكر ومنى مفرد مؤنث، يبقى نختار الثانيه. دي جمع مذكر ودي جمع مؤنث، الاثنين ما ينفعوش. طيب بص بقى، لا مير يعني الام، دو سامي مامة مين؟ مامة سامي. مالها؟ اس تي تكون مامة سامي، يعني مش سامي اللي عليه الكلام، مامة لا مير دو سامي، مامة سامي تكون اكتور ممثل. لا، اكتور اخرها اس جمع مذكر، لا ده ماما مفرد مؤنث، اكتريس بس. وانا متاكد لو انت فهمت طريقه الحل لما انا كنت بحكيها لك ووقفت الفيديو او وقفت المحاضره وجيت تسمع، انا متاكد انك هتحل لوحدك. يلا بينا. هي تعمل بص هي تعمل يعني هي الفاعل مؤنث، وخد بالك الاداه كمان مؤنث، يبقى نختار مين؟ نختار مفرد مؤنث. افوكات الثانيه، افوكا ولا افوكات المؤنثه. حلو، محاميه. هي تكون حلو، هي تكون شونتور يعني مغني، ما ينفعش مذكر، احنا عايزينها مؤنث هي. طب بص كمل معايا، بيقول لك ايه؟ هي اكتور ممثل مذكر مفرد مذكر، واصلا الفاعل مؤنث فما ينفعش خالص. بومبيه يعني ايه؟ بومبيه دي كانت بتنفع مين؟ انت لو جيت بصيت في الامتحان كده هتعملها غلط. هي مش غلط، هي الوحيده اللي صح. ليه؟ لان لو تفتكر كلمه بومبيه اهي كان بتنفع رجل اطفاء وسيده اطفاء، كانت بتمشي مذكر وتمشي مؤنث، بس كنا بنغير مين بس؟ الاداه. كلمة كوافير ما تنفعش برضه، لأن كلمة كوافير يعني الكوافير مصفف الشعر. حلو، والمؤنث منها مين؟ هتقول لي جيبها ازاي؟ هي آخرها EUR، تبقى المؤنث منها كوافوز اهي. تمام كده؟ كوافوز، بس أنا نسينا نكتب كمان اف، في 2 اف يعني كوافوز، والاي دي مش عارف متقطعة ليه. كوافير مصفف الشعر، كوافوز مصففة الشعر. مثال، الولد يعمل كوافير، لكن البنت تعمل كوافوز مؤنثة مصففة شعر.